أنا عارف إنك زيك زي أي حد مننا ما بتحبش تشيل حد همومك، ما هو ليه ده الناس؟ ما نخلي مشاكل لنفسي أحسن. كلنا بنقولها وبنعيش حياتنا بابتسامة لطيفة والحمد لله كله تمام، وبنخبي جوانا مشاعر صعبة محدش يعرف عنها أي حاجة. عادي نتكلم عن المواقف الإيجابية ده إن وجد يعني، لكن الكل بيداري الصعبانيات وبيحتفظ بيها لنفسه. ولكن يا صاحبي ما تشيلش هم، في طرق صحية وسهلة هتسمح لك تعبر عن نفسك وتفرغ الشحنة اللي جواك، مع الحفاظ على شخصيتك ووقارك، وكمان على علاقاتك بكل اللي حواليك. لأن اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه إن الدراسات كتير أثبتت إن كتم المشاعر، خصوصا المشاعر السلبية زي الغضب والحزن والخوف، بيسبب أمراض عضوية مش بس أمراض نفسية. باختصار، قلوبنا وأجسامنا بيدفعوا تمن سوء إدارتنا لمشاعرنا. في الفيديو ده هنتعرف مع بعض على أهمية وطرق التعبير عن المشاعر، وليه أنا وإنت والأخت اللي قاعدة في الآخر هناك دي محتاجين نعبر عن مشاعرنا اللي احنا شايفينها وحشة قبل اللي احنا بنسميها حلوة. وهنتعلم طريقتين من أفضل الطرق الصحية للتعبير عن المشاعر، هيغيروا طريقة تعاملك مع الطاقة اللي بتولدها مشاعرك تماما. مع نهاية الفيديو هيكون عندك أداتين هيساعدوك تعبر عن نفسك بشكل يفيدك وما يضركش. اسند ظهرك واديني انتباهك خمسة. التعبير عن المشاعر هو ببساطة طريقتنا في توصيل إحساسنا للآخرين، يعني إزاي نخرج اللي جوانا بطريقة ما. وزي ما الدكتورة سوزان ديفيد بتقول، لما بنعبر عن مشاعرنا ده بيخلينا نقدر نتحرر ونتحرك لقدام بدل ما نفضل محبوسين جوه المواقف الصعبة ومش قادرين نعديها. والتعبير ده ممكن ياخد أشكال كتير. ممكن تعبر عن مشاعرك بالكلام، لما تحكي لصاحبك بكل حماسة عن الاجتماع اللي انت كسرت فيه الدنيا في الشغل، أو ممكن تعبر بدون كلام من خلال الكتابة، أو حتى ممكن تفرغ مشاعرك بإنك تجري أو ترسم، أو حتى تسمع موسيقى تناسب مزاجك. لما بنعبر عن مشاعرنا بنقدر نفرغ الطاقة المصاحبة للمشاعر دي وما نخليهاش تطغى علينا، وده مهم جدا لأن المشاعر المكبوتة مش بتختفي، دي بتدور على طرق تانية تظهر بيها. وغالبا الطرق دي مش هتعجبك ومش هتخدم أهدافك. هتقولي طيب هو احنا المفروض نعبر عن كل المشاعر اللي نحسها؟ ما هو احنا كده هنبقى ماشيين بنبعبر على نفسينا ولا ايه؟ ده سؤال ما يطلعش غير من صديقي العاقل. تعال نشوف بقى ليه مهم نعبر عن كل انواع المشاعر مش الحلو منها بس. كلنا بنكون مرتاحين لما بنعبر عن المشاعر الإيجابية، طبعا لو ما بتخافش من الحسد زي واحدة صاحبتي انت ما تعرفهاش. وكلنا برضو بنتردد نشارك المشاعر السلبية عشان ما نتقلش على حد، مع ان النوعين بيخدموا اهداف مهمة جدا في حياتنا. فكر كده في احساسك لما بتشارك خبر حلو مع حد بيفرح لك ويفرح معاك، وقارنه باحساسك لو خليت الخبر ده لنفسك وما كانش عندك حد قريب منك تشارك معاه نجاحات. احساس مزعج صح؟ ودلوقتي تخيل بقى ان الاحساس اللي انت حاسه ده كان غضب او حزن او احباط، فوق ان انت مضطر تتحمل الطاقة السلبية الناتجة عن المشاعر دي، انت كمان مضطر تتحملها لوحدك بدون حد جنبك تفضفض له. طبعا تقبلنا للطيف الكامل لمشاعرنا الحلو منها والوحش بيساعدنا ان احنا نعيش تجربتنا الحياتية بشكل اوضح ونفهم نفسنا بشكل احسن. زي ما تكون بترسم لوحة فنية بتوثق فيها حياتك وبتستخدم فيها كل الألوان المتاحة معاك، مش بس الألوان الزاهية زي الأبيض والأصفر، دي حتى تبقى لوحة شم النسيم خالص. ودلوقتي خليني أخدك من إيدك ونروح للجزء السهل، وهو التعبير عن المشاعر الإيجابية. المشاعر الإيجابية زي الفرح والامتنان والحب والحماس والرضا، معظمنا بيلاقي سهولة في التعبير عنها بشكل فطري. تخيل مثلا إنك سلمت بروجكت صعب وجريت عشان تكلم صاحبك أو شريك حياتك علشان تشارك معاه الإنجاز ده. لما بتشارك نجاحاتك مع حد تاني، انت مش بس بتعيش اللحظة الحلوة دي من جديد، انت كمان بتعظم الإحساس الحلو ده جواك، وصاحبك أو شريك حياتك غالبا هيفرح معاك، وده بيخلق تواصل إيجابي بينكم وبيعمق علاقتكم ببعض أكتر. كمان التعبير عن المشاعر الحلوة بيخليك تشوف الدنيا بنظرة إيجابية، وده ليه فوائد كتير جدا هنناقشها لما نتناول نظرية التوسع والبناء، واللي بتعتبر واحدة من أهم نظريات علم النفس الإيجابي. كمان المشاعر دي معدية زي الفيروس، يعني بتنتشر وترفع الروح المعنوية لكل اللي حواليك، وده بيخلق جو عام إيجابي يساعدك ويساعد اللي حواليك على الاستمتاع والإنجاز. هتقولي طب والمشاعر الصعبة اللي كلنا بيفضل كاتمها جواه لحد ما ريحتها تطلع؟ المشاعر السلبية زي الضيق والخوف والغيرة والحزن غالبا بتكون أصعب كتير في التعبير عنها. تخيل معايا إن أنت واجهت موقف صعب في المدرسة أو الجامعة أو الشغل، لما بتعبر عن الإحساس الناتج عن الموقف ده لحد قريب منك غالبا بتحصل على دعم وبتحس إن في حد فاهمك ومهتم بيك، وممكن كمان تاخد منه وجهة نظر مختلفة تساعدك في مواجهة المواقف المشابهة في المستقبل. التعبير عن المشاعر الصعبة بيقلل من حدتها وبيساعدك تشوف التجربة من منظور مختلف، وهو منظور الراوي، وده ممكن يضيف لك وجهة نظر جديدة ما كنتش تقدر تحصل عليها وانت جوه الموقف نفسه. كمان مشاركة التجارب السلبية مع شخص تاني بشكل ضمني بيظهر ضعفك قدامه،
هتقول لي طب وهي دي حاجة كويسة يا سيد؟ أنا عارف إن صديقي العاقل مش بيمشي ورا أي كلام وخلاص، لازم يسأل ويفهم وكده. بص يا سيدي، هو في بيئة نفسية ناضجة وصحية إظهار ضعفك الإنساني واللي هو شيء طبيعي تماما من خلال مشاركة مشاعرك المختلفة بيوضح للطرف التاني إنك بتثق فيه ومطمن له. ممكن ده يشجعه هو كمان يشارك مشاعره معاك، وده بيخلق تضامن وتقارب قوي جدا بينكم. بس ده طبعا بيتطلب اختيار الشخص المناسب لمشاركة مشاعرك وتجاربك معاه، وده شيء مهم جدا جدا جدا. تقول لي وانا عليا بايه من الهم ده؟ انا يا عم لا عايز ابعبر مع حد ولا عايز حد يبعبر معايا، انا هعيش كافي خيري شري وايامه بتعدي. هقول لك امسك العقل يا صديقي وخلينا نشوف ايه اللي ممكن يحصل لما ما نعبرش عن مشاعرنا من الاساس. ناس كتير مننا بتكبت مشاعرها خصوصا السلبية منها، ظنا منهم ان افضل يكونوا ايجابيين وعشان كمان يتجنبوا الازعاج واحيانا التنمر. لما ما بتعبرش عن تجاربك الايجابية بتفوت فرصة تستمتع بالتجارب الحلوة دي بشكل كامل، وممكن ما يكونش عندك مشكلة في ده. لكن الخطر الحقيقي بيكمن في كبت المشاعر السلبية واللي ممكن يخلي جسمك يفضل في حالة fight freeze or flight، وده رد فعل الجسم لمواجهة الخطر. وده بيسبب أعراض وقتية زي دقات قلب سريعة، إحساس بالتوتر، وممكن ألم في المعدة. لكن الموضوع ما بيوقفش هنا، لأن المشاعر المكبوتة زي ما قلنا مش بتختفي، دي بتزيد مع الوقت، ممكن تؤدي لتوتر وقلق مزمن، واللي بيترجم مع الوقت لمشاكل نفسية وكمان عضوية. انت متخيل ان ألم أسفل الظهر اللي انت بتعاني منه ممكن يكون بسبب نفسي مش عضوي؟ التعبير عن المشاعر على العكس تماما بيديك إحساس فوري بالراحة وبيمنع تراكم الطاقة السلبية جواك. هتقول لي الكلام ده يبدو جميل وموزون، لكن زي ما بيقولوا الكلام حمادة والفعل حمادة تاني خالص. هقول لك ماشي، خلينا نروح للفعل ونشوف ازاي ممكن نعبر عن مشاعرنا بطريقة صحية. المشاركة الاجتماعية معناها انك تتكلم عن مشاعرك مع الاصحاب، العيلة، او حتى مع متخصصين، ودي واحدة من اكتر الطرق المباشرة والفعالة للتعبير عن المشاعر وتفريغ الطاقة المصاحبة للمشاعر دي. والمشاركة الاجتماعية الفعالة بتتضمن 4 خطوات أساسية. الأولى الملاحظة بدون إصدار أحكام، مثلا لما تلاحظ إن صاحبك بيبص في تليفونه وإنت بتتكلم معاه. 2 تسمية مشاعرك بدقة، أنا بحس بضيق شديد لما صاحبي بيعمل كده. 3 التعبير عن احتياجاتك بوضوح، مثلا أنا محتاج إن أنا أحس إني مسموع ومتقدر من صحبتي. 4 طلب تصرفات محددة، سيب التليفون وأنا بكلمك. زي ما انت شايف الطريقة دي بتبني الثقة من خلال مشاركة أفكارك ومشاعرك مع اللي قدامك، وبتأثر إيجابيا على مشاعره، وبتساعد في حل النزاعات، وبتزود الثقة بالنفس، وبتوفر لك الدعم اللي انت محتاجه. بس خد بالك ان الطريقة اللي انت بتوصل بيها مشاعرك وأفكارك مهمة جدا، وخليني أقول لك ازاي توصل اللي انت عايزه بمعلمة. اللغة والنبرة اللي انت بتستخدمها لما بتعبر عن أفكارك ومشاعرك بتحدد إذا كان التفاعل ده هيحل المشاكل ولا هيزودها. خلينا ناخد مثل، استبدال كلمة أنا بدل كلمة أنت هيعمل فرق كبير قوي. قارني كده لما تقولي أنت على طول بتتجاهلني بقى أنا بتضايق قوي لما بكلمك وما تردش عليا. الأولى بتحط الطرف التاني في موضع الاتهام، وبالتالي على طول بيتبنى موقف دفاعي يبرر بيه تصرفه. العبارة التانية بقى بتوصل له شعورك بدون اتهام وكأنها دعوة للتفاهم، تعالى نقعد ونحل. تقنيات التواصل دي بتمنع الطرف التاني يحس ان هو بيتم مهاجمته، وده بيخليه يسمعك ويتجاوب معاك، وده بيخلق مساحة آمنة للتواصل وحل الخلافات. سامعك يا صديقي العاقل وانت بتقول لي الكلام مع الناس لا بيقدم ولا بيأخر زي ما ابو وديع قال. هقول لك بطل افترا على الراجل، ابو وديع ما قالش كده. ومع ذلك لو مش جاهز تشارك مشاعرك مع حد، في طريقة تانية أجمد من الأولانية. الكتابة بتقدم بديل أكتر خصوصية للتعبير عن المشاعر. الكتابة بتسمح لك تعبر عن مشاعرك من غير تفاعل مباشر مع الآخرين. وعلشان تمارس الكتابة التعبيرية، واحد دور على مكان هادي محدش يقطعك فيه، وبعدين ظبط تايمر لمدة 15 ل 20 دقيقة. حدد موقف من المواقف الصعبة اللي انت مريت بيها في يومك أو خلال الفترة اللي فاتت، وابدأ الكتابة بدون توقف وبحرية تامة عن الموقف ده وعن المشاعر اللي كنت حاسس بيها وقتها. متشغلش دماغك خالص بقواعد الإملاء والنحو والبلاغة، باختصار ادلق كل اللي جواك على الورق. الممارسة دي هتساعدك تفرغ الطاقة المصاحبة للمشاعر اللي انت حسيت بيها، هتقلل التوتر، وكمان هتساعدك تستخلص دروس من تجاربك الصعبة، وهتضيف وضوح رؤية لتجربتك الحياتية ككل بدون اللجوء لمشاركة خصوصيتك ونقاط ضعفك مع الآخرين اللي لو أسأت اختيارهم ممكن يشلوحوك يا صديقي. طبعا زي ما احنا متعودين اللي أنا قلته ده كان شرح مبسط، إنما التدريب بالكامل وكيفية تنفيذه موجود في وصف الفيديو باللغتين العربية والإنجليزية، متاح ليك علشان تنزله بشكل مجاني تماما. استخدمه وشارك معايا تجربتك في التعليقات. وبما إن القناة لسه صغيرة ومشتركينها قليلين بس فيهم البركة والله، ففي فرصة إن أنت تسألني في التعليقات وأنا أرد عليك لو في حاجة واقفة معاك.
طيب النهاردة اكتشفنا مع بعض ايه هو التعبير عن المشاعر وليه هو مهم لصحتنا النفسية، وعرفنا ليه احنا اللي محتاجين نعبر عن المشاعر الحلوة وكمان المشاعر الوحشة ولكن بشكل صحي، وعرفنا طريقتين للتعبير عن مشاعرنا: المشاركة الاجتماعية AKA الفضفضة، والكتابة التعبيرية اللي هي التدوين، واللي هيغيروا طريقة تعاملك مع مشاعرك تماما. وهديلك برو تيب كده عشان انت كملت الفيديو لحد هنا: احتفظ بالتدوينات دي بشكل الكتروني، يعني تقدر تكتبهم من الاول بشكل الكتروني على الكمبيوتر او التليفون، او تكتبهم على ورق لو انت بتحب تكتب على ورق، وبعد كده تحولهم لملف وورد او جوجل دوكيمنت او حتى PDF. ليه بقى؟ لانك لما تعمل ريفيو لكتاباتك الشخصيه بشكل دوري، بشكل سنوي او نصف سنوي، هتتعلم كتير عن نفسك وهتتفاجئ باللي انت هتعرفه. ناس كتير مننا فاكره ان الصلابه النفسيه والقوه هي انك تخبي مشاعرك واجمد كده وامسك نفسك، بس زي ما انت اكيد شفت، الذكاء العاطفي بيتطور مع التعبير عن كل انواع المشاعر بطرق صحيه وبناءه. واتكلي على بناءه دي لما تطبق التقنيات اللي احنا اتكلمنا عنها، مش هتحس براحة مؤقتة وبس، لا، انت هتبني علاقات أعمق وهتحسن صحتك النفسية وهتطور تواصل حقيقي مع نفسك ومع كل الآخرين الأصدقائنا العقلاء اللي زيك. وتقدر تبدأ بخطوة بسيطة النهاردة: اختار التقنية المناسبة ليك من الاتنين اللي احنا اتكلمنا عنهم وابدأ استخدمها، وراقب ازاي ده هيأثر على مودك، وبقول لي في التعليقات. تحياتي لكل تحدوا الأمر الواقع وصنعوا واقعهم الخاص. انتوا أحسن ناس. سلامات.